السلام عليكم ورحمة الله، معاكم نبيل ثروت، والنهارده هنتكلم على إزاي أنا باحضّر المحتوى اللي أنا بانتجه سواء يوتيوب أو على البلوجز أو البودكاست. ناس كتير سألوني وناس كتير بييجوا من وقت للتاني بيستشيروني على زي tips and tricks للعموم، إزاي بنعمل الحاجات دي وإزاي نطلّعها بجودة كويسة، وإزاي إن إحنا نعملها في وقت برضه يعني ما ناخدش فيها قرن عقبال ما نطلّع blog post واحد وهكذا. فالنهارده هنمسك حاجة، حاجة ونعرف أنا كنبيل مثلًا باتعامل معاها إزاي. أول حاجة عمومًا وهي الpodcast. الpodcast أنا بالنسبة لي ده مجرد chat، يعني لو حاجة خفيفة خالص، لو أنا ما عنديش وقت إن أنا أعمل حاجة تانية أو الtopic اللي أنا باتكلم عليها محتاجة إن أنا أبقى قاعد قدّام كاميرا مثلًا أو إن أنا أبقى قاعد قدّامك بشخصي. باروح دايمًا للpodcast، لإن الpodcast تبقى سهلة تتسمع في أي وقت، يعني طالما هو صوت بس ما فيش visuals، ما فيش حاجة تتشرح أوي. بيبقى الموضوع chatty شوية، فخلاص ممكن أنزّلها podcast والناس تسمعها بقى في المكان اللي هُم عايزينه. ممكن تسمع الpodcast وأنت في مشوار، ممكن تسمعها وأنت راكب عربية أو في مواصلات أو في البيت أو مريّح، أيًا كان يعني، أيًا كان المكان وأيًا كان الزمان، هتقدر إن أنت تسمع الpodcast عادي، حتى لو بتطبخ. هل عادي، هتقدر تعمل كده بسهولة. على عكس باقي الforms، عندك مثلًا يوتيوب صعب شوية في الإنتاج، بياخد وقت ومجهود كبير في الأول، وبيحتاج انتباه عمومًا، يعني بيحتاج إن أنت تبقى منتبه للفيديو وهو بيتعمل أو وأنت بتتفرج عليه علشان تفهم الدنيا فيه ماشية إزاي. نفس الكلام للblog، بتضطر إن أنت تقراها أو الarticle بتضطر إن أنت تقراها من أولها لآخرها، علشان تفهم الدنيا بتاعتها كويس برضه. فدي كلها حاجات بتحتاج منّك اهتمام كبير علشان تقدر تتابعها بسهولة، على عكس البودكاست. عشان كده دايمًا اللي هو إيه، لو حاجة خفيفة أو حاجة مش محتاجة presentation أو مش محتاجة عمومًا إن يحصل visualization قدّام الناس اللي بتتفرّج، فباروح في اتجاه البودكاست. طيب البودكاست باحددها إزاي أو باسجلها إزاي؟ البودكاست بالنسبة لي يعني أسهل form ممكن أعملها من الforms بتاعة الcontent اللي بانتجها. ليه؟ لإن أنا البودكاست بالنسبة لي في التجهيز بتاعها هي حرفيًا عبارة عن خطوتين. باختار الفكرة، ممكن تكون الفكرة دي جات لي عمومًا وأنا ماشي في الشارع بقى، وأنا راكب مواصلات، وأنا حرفيًا في الحمام يعني لا مؤاخذة، أي حاجة بقى، ماشي مع واحد صاحبي، باكلم واحد صاحبي، أي حاجة، ألاقي خطرت في بالي فكرة أو حد اقترح عليَّ فكرة، باقوم مسجلها على طول. أنا معايا عمومًا في كل الcontent بتاعي أنا عامل notion database فيها كل الأفكار اللي بتيجي لي بقى الcontent، سواء بقى يوتيوب أو podcast أو blog، وبابقى حاطط عليها attributes زيادة كده، زي مثلًا هي الexperience level اللي الحاجة زي دي بتتارجته إيه، مثلًا expected إن هو ياخد وقت قد إيه كplayback مش كتسجيل. يعني أنا دلوقتي مثلًا ممكن أقعد أسجل في الحلقة ساعتين، بس أطلّع في الآخر هي ربع ساعة بس الحلقة. فهي الربع ساعة دي هي اللي بتبقى محطوطة على الnotion وهكذا. فيوم ما باقرر إن أنا عايز أنتج حاجة، باقوم داخل واخد الdatabase دي أبُص فيها، واقوم مختار فكرة منها أنا عايز أعملها وقتها. طيب الفكرة نفسها أصلًا بتعدّي على كذا مرحلة. أنا مش هييجي في بالي مثلًا فكرة إن أنا عايز أتكلم عن إزاي أنا باعمل content، فخلاص كده أنا هاتكلم عن إزاي أنا باعمل content من غير ما أحضّر على الأقل الmain points اللي أنا هاتكلم فيها. ممكن أعمل ده في ذهني، بس أنا عن نفسي بافضّل إن أنا أخلّيها كتابةً في الnotion documents بتاعتها برضه، علشان أبقى عارف على الأقل خريطة الموضوع ماشي إزاي، بسبب إن دماغي بتنُط من موضوع للتاني، للتالت، للرابع، فأنا هالخبط الشخص اللي بيسمعني وهالخبط نفسي وهابعد عن الفكرة لو أنا مش حاطط زي to do list كده في الحلقة. فعمومًا الفكرة الأول بتبقى مجرد فكرة، بعد كده بتبقى developed دي إن أنا خلاص ماشي، أنا عملت زي النقاط الأساسية والنقاط الفرعية اللي هاتكلم فيها. ودي ممكن عادي تبقى مجرد list فيها مثلًا 5 أو 6 items اللي هي العناوين الأساسية، بس خلاص كده، دي كده تحضير الpodcast مثلًا. اليوتيوب طبعًا والblog بتختلف تمامًا، يعني الblog بيبقى ليها steps أكتر من كده بكتير، وهنشوفها سوا برضه. بس عمومًا الpodcast، أنا لمّا باتكلم على podcast أو إن أنا هاسجل أو إن أنا باحضّر فكرة الpodcast، هي بالنسبة لي خطوتين. إن أنا باخد الفكرة دي باطلّع منها العناوين الرئيسية وبابدأ أسجّل، بس كده خلاص.
طبعًا في بقى الpost editing إن أنت بعد ما بتسجّل بتعمل مثلًا audio editing بتعمل مش عارف إيه، آآ وكل الحاجات دي يعني أنا عامل لها templates خلاص، فأنا مجرّد إن أنا باdrop الfile بتاع الrecording في الeditor بتاعي، وباقوم مapply عليها الfilters بتاعتي يعني واطلّع الfile. باستعمل إيه، أنا كنت باستعمل Adobe Audition، ولكن حاليًا باستعمل DaVinci Resolve في كل الحاجات بتاعتي تقريبًا، إلا لو محتاج حاجة advanced أوي، 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 أوي ومش موجودة في DaVinci. بس DaVinci عمومًا tool مجانية قوية جدًا، فيها حرفيًا الsuite كلّه اللي Adobe بتقدّمه لك. لو حابب برضه premium subscription بيبقى فيه DaVinci Studio المجاني هو DaVinci Resolve. فأنا باستعمل المجاني وبيغطي لي حرفيًا 90% أو 99% من احتياجاتي، يعني أنا بقى لي شهور ما اضطريتش إن أنا أتعامل بأدوات Adobe إلا مرّة أو مرّتين. وبس دي البودكاست. باسجّل بإيه، أنا معايا headset اللي هي HyperX Cloud Alpha دي gaming headset عادية خالص، كنت شاريها من زمان يعني من سنتين أو حاجة، وقبل كده كنت باسجّل على الموبايل، وحاليًا باسجّل الحلقة دي على الموبايل. فبس يعني مجرّد إن أنا باستعمل معاها Krisp، سواء الsource بتاعي إيه، باستعمل الapplication Krisp. Krisp ده AI noise removal اللي بيستعمله Discord، اللي بيستعمله Discord هيعرفوه يعني. وبس، بابقى باسجّل بCrisp سواء على الموبايل أو سواء على الHyperX يعني الheadset، باخد الfile ده باقوم مدخّله على الaudio editing software بتاعي، apply الfilters بتاعتي، وبعد كده أطلّع الfile ده خلاص. بالنسبة بقى الblogs طبعًا ما فيهاش recording، الblogs فيها إن أنا باكتب، فالblogs بتبقى تقيلة شوية على قلبي علشان بتاخد مجهود كبير جدًا في قيمة مش مُدركة على طول. يعني أنت في اليوتيوب مثلًا أو في البودكاست أنت بتبقى عارف الناس اتفرّجت على قد إيه أو سمعت كام في المِيّة من الحلقة، إيه أهم الأماكن اللي هي أو إيه أهم النقاط اللي الناس سمعوها أو عادوها أو هكذا، بيبقى في statistics عمومًا موجودة. البلوجز مش كده، البلوجز أنت كل اللي بتعرفه إن حد دخل على الصفحة بتاعة الblog بتاعتك، بس مش أكتر. سواء بقى على dev.to سواء على medium، كل الحاجات دي بتدّي لك basic analytics في الآخر. أنت كل اللي أنت بتعرفه إن إيه ده ماشي في 5000 read، ممكن ال5000 read دول يكونوا حرفيًا مجرد الناس فتحوا الصفحة بتاعة الblog ما قروهاش وقفلوا. فأنت أنت ما تعرفش فعليًا القيمة اللي أنت بتدّيها للناس عاملة إزاي. ولكن لو أنت ما عندكش equipment تنفع، يعني مع موبايلك مثلًا المايك بتاعه وِحِش وما عندكش source تاني تقدر تسجّل منّه، فأنت بالنسبة لك option إن أنت تسجّل فيديو أو صوت مش كويس، يبقى الblog هي أحسن حل. وده عمومًا الحل اللي أنا كنت باعمله زمان قبل ما أبدأ إن أنا أسجّل، ده كان my go to على طول ده. آمم الblogs عمومًا بتعدّي في كذا مرحلة. وكان حد من فترة يعني كلّمني علشان حابب إن هو يكتب blog وحاسس إن هي كبيرة جدًا أو هتوسع منّه، فقعدنا نشوف يعني مع بعض عمومًا أنا باعمل إيه. فأنا اللي أنا باعمله إن أنا الأول برضه باطلّع النقاط الأساسية والنقاط الفرعية اللي أنا هاتكلّم فيها. في الpodcast مش شرط باطلّع فرعية، في الblog لازم أطلّع فرعية، لإن أنا محتاج إن أنا أبدأ بoutline صغيّر جدًا، وأبدأ إن أنا expand أو إن أنا أكبّر الoutline ده. كل أمّا كان الoutline بتاعي detailed وكان في تفاصيل أكتر، كل أمّا يبقى أسهل عليّا إن أنا أحوّل الoutline ده للblog فعلًا أو الarticle فعلًا. آمم، في المراحل دي عمومًا في مراحل التجهيز دي، أنا ما باهتمش بجودة ولا باهتم بنضافة الكلام ولا باهتم بأي حاجة في الموضوع. أنا بكل اللي أنا باعمله وكل الوظيفة اللي أنا محتاجها هو إن أنا أطلّع content من دماغي، إن أنا أكتب حاجة، أي حاجة حرفيًا في المحتوى اللي أنا يعني في الحاجة اللي أنا باجهزها دي. فما تقعدش تفكّر إن أنت بقى محتاج تrephrase وتreorder الكلام ومش عارف إيه، وبعد كده تخش تعمل له تدقيق لغوي والكلام ده كلّه، لأ، سيبك من الكلام ده كلّه لحد يعني الكلام ده هنخلّيه في آخر مرحلة خالص. إنّما أنت دلوقتي معاك draft، معاك outline، الoutline ده فيه العناوين الرئيسية، ومش شرط تعملها كلّها في قعدة واحدة. دي أحسن حاجة كويسة في الblogs شوية، إن هي بتسمح لك إن أنت تكتب في أي وقت من أي مكان، في أي يعني كل أمّا ييجي يضرب في دماغك مثلًا عايز أكتب، تخش تكتب، تخش تزوّد. ممكن في يوم تعمل الoutline الأساسي اللي هو العناوين الأساسية أو العناوين الرئيسية، تخش بعد كده في تاني يوم مثلًا بعدها بأسبوع تحط العناوين الفرعية وهكذا، على حسب الوقت اللي معاك. يعني أنت كده، ما فيش حد بيجري وراك،
وما فيش حد مثلًا بيرغمك إن أنت تعمل الcontent ده في أسرع وقت ممكن، المهم إن أنت تطلّع حاجة جودة كويسة، ده بالنسبة لي عمومًا. وفي نفس الوقت ما نحطّش قيود كبيرة أوي على نفسنا، علشان ما نتخنقش ونبطّل إن إحنا نعمل الcontent. أنا عن نفسي أنا كنت فترة طويلة جدًا حاطط limit كبير أوي على نفسي، حاطط قيود معيّنة كبيرة على المحتوى اللي أنا عايز أطلّعه، مثلًا كجودة الصوت أو جودة الفيديو نفسه، سرعة تقديم المعلومة وهكذا. حاجات كده عمومًا موجودة أنا كنت مستوحيها من الفيديوهات اللي أنا باتفرّج عليها دايمًا. وعلى قد ما أنا حابب إن أنا أعمل الحاجات دي، في منها ناس وراهم فِرَق كاملة للإعداد والresearch وهكذا. فأنا أنا باسجّل لوحدي وشغّال لوحدي، فأنا مش طبيعي إن أنا أحُط القيود دي على نفسي. بس فأنت معاك قيود معيّنة، القيود دي البيئة بتاعتك أو الحالة اللي معاك، إن أنت مثلًا معاكش موبايل أو معاك موبايل مايكه وِحِش، أو بتقدر تسجّل بس ما تعرفش تedit علشان الجهاز ما يستحملش editing software وهكذا. دي قيود أنت مُرغَم عليها. القيود اللي أنت حابب تحطّها لنَفْسك ممكن تبقى اللي هي جودة المحتوى نَفْسه في حدود المتاح ليك، لازم نخلّي بالنا من حتّة المتاح ليك دي. فأنا بالنسبة لي الoutline بيتعمل الأول، العناوين الرئيسية بتتقسّم لعناوين فرعية، العناوين الفرعية دي بتبدأ إن هي بقى خطوة بخطوة تexpand. بابقى بادئ بعنوان مثلًا عنوان فرعي عبارة عن سطر واحد، باقوم جاي تحت السطر الواحد ده وحاطط أحاول أكتب paragraph كامل وهكذا، أحاول أكتب فقرة، فقرتين، على حسب أنا حابب إن أنا أشرح قد إيه في النقطة الفرعية دي. وافضل أكرر الكلام ده على كل النقاط الفرعية اللي معايا في الblog post اللي أنا باكتبه أو المقالة اللي أنا باكتبها، لحد ما ألاقي نفسي في تحت الoutline نفسه أنا كاتب كلام كتير جدًا، جدًا، جدًا. بعد كده باجمّع الكلام ده، وبابدأ بقى أشوف هل أنا حابب إن أنا أزوّد عليه أو أنقص منه، أو عمومًا أنا مبسوط بكده بالحالة اللي هو فيها، فأنا ممكن أrephrase بقى أو أعمل تدقيق لغوي وهكذا. فاللي بيحصل إن أغلب الوقت طبعًا دي بتبقى rough draft، اللي هي العناوين الفرعية متexpand عليها أو مشروح فيها بتفاصيل بسيطة. وبعد كده بابدأ بقى إن أنا أعمل يعني بيوصل معايا الdraft اللي هي أنا باجمّع الكلام كلّه، وأبدأ إن أنا بقى أشتغل عليه. ممكن بقى إيه، ممكن أعيد ترتيب الكلام، ممكن أغيّر مواضع كلام معيّن، ممكن أربط المعلومات ببعض بشكل أحسن إلخ، إلخ. باعمل عمومًا باقعد أقرا الblog من أولها لآخرها، وأشوف هل أنا مرتاح مع قراية المحتوى ده والّا لأ، هل أنا مرتاح وأنا باقرا المقالة دي والّا لأ. لو لقيت نفسي باعاني شوية معاها أو لو لقيت نفسي مش حاسسها أوي، بابدأ إن أنا أحسّن بقى الحاجات اللي أنا شايفها فيها مش كويسة. دي كلّها manual. ولكن الجزء بتاع إن أنا معايا نقاط فرعية مثلًا أو معايا paragraph صغير جدًا تحت النقطة فرعية وحابب إن أنا expand عليها، بس أنا مكسل expand عليها، أنا عارف أنا عايز أقول إيه بس مكسل أكتبه، ممكن أروح لChatGPT أدّي له النقطة الفرعية اللي أنا عايز أتكلم عنها، وأقول له اللي أنا كاتبه لحد دلوقتي وأقول له expand عليها، وآخد اللي أنا محتاجه اللي هو مalign مع اللي في بالي أو اللي أنا عايز أتكلم عنه أو اللي أنا عايز أقوله، وأضيفه للdraft بتاعتي. باقعد أعمل بقى الprocess بتاعة الdraft الrephrasing والreordering والليلة دي كلّها لحد أمّا ألاقي نفسي خلاص كده أنا مبسوط من الblog post. بابدأ بعد كده أعمل بقى أودّيه لGrammarly يضبّط لي اللغة بتاعته وهكذا، وأقوم واخد الfinal result دي، أشوف هل هي محتاجة بقى تتقسّم، هل هي طويلة جدًا فأنا محتاج مثلًا أقصّرها شوية، إلخ، إلخ. وبعد كده باقوم بقى داخل ناشرها يعني. فبس. دي علشان كده الblog posts عمومًا بتاخد مجهود كبير جدًا منّي، لإن أنا باحب إن أنا أطلّع الكلام يبقى سَلِس، ويبقى واضح بأكبر قدر من الإمكان، وإن أنت تشرح حاجة technical in text بالكلام المكتوب عمومًا، ما بيبقاش أسهل حاجة في الدنيا يعني. بعد كده بنخش بقى على يوتيوب.
أول حاجة باشوف أنا دماغي رايحة لإيه، والوقت المتاح اللي معايا علشان أحدد أنا عايز أعمل مثلًا فيديو صغير أو short اللي هي بتبقى زي الreels كده، أو أعمل فيديو متوسط شوية، ممكن أعمل فيديو طويل شوية إلخ يلخ، على حسب الوقت المتوفر معايا وعلى حسب أنا حابب أinvest وقت قد إيه في الحاجة دي. وبابدأ بعد كده برضه معايا نفس الprocess اللي هو أنا بابدأ بنقاط أساسية باقسّمها نقاط فرعية، وباحاول إن أنا أستعين بChatGPT عشان أrefine النقط دي أو إن أنا أوصل لscript أو draft script. الdraft script دي أنا مش بامشي عليها بالحرف، يعني أنا مش هامشي أقول الكلام المكتوب بالضبط، لأ هي مجرد إلهام أنا ممكن أتكلم عن النقط دي إزاي، بشكل عامل إزاي. وبعد كده بابدأ إن أنا على حسب بقى نوع الفيديو آآ أسجّل الأول والّا يعني أسجّل الفيديو الأول محتوى الفيديو الأول والّا أسجّل الصوت بتاع الفيديو الأول وهكذا. في حاجات بتبقى محتاج إن أنا أقعد أتكلّم وأشرح وبعد كده أقُص الكلام ده وبعد كده أحُط عليها visuals فده process بالنسبة لي. وفي حاجات تانية بتحتاج زي demonstration فأنا باعمل الdemonstration الأول بعد كده باسجّل عليها voice over. في الحالة دي أنا سجّلت الأول الحاجة، يعني أنا عملت screen recording للشاشة بتاعتي، وقعدت أعمل الشغل اللي أنا عايز أعمله، وبعد كده قُمت رايح على الediting software اللي هو DaVinci Resolve حطيت الclips اللي أنا سجّلتها، ضبّطت المواضيع بتاعتها، وبعد كده قُمت مسجّل عليها voice over. طبعًا بعد كده باعمل editing بقى إن أنا مثلًا حتت محتاج أحُط فيها text، حتت محتاج أحُط فيها GIFs مثلًا أو فيديوهات آآ أو صور وهكذا. وبعد كده باضبّط بقى الaudio editing بتاعي، وباقعد أsync الحاجة مع بعض بحيث إن الكلام يبقى متماشي مع المحتوى اللي متسجّل بالفعل، وبعد كده خلاص باسيّف الفيديو وباطلّع الفيديو. ده في حالة إن أنا محتاج إن أنا أعمل voice over على محتوى. في حاجات تانية بيبقى محتاج أسجّل صوتي وأنا باعمل الحاجة قدّامكم، مثلًا زي فيديو كفاية documentation مُمِل، أو اللي هو الحل الأمثل لتوثيق المشاريع بتاع code tour. فيديو زي ده عبارة عن زي demo، أنا محتاج إن أنا أشرح الحاجة وأنا باعملها قدّامكم. الفيديو ده تحديدًا أنا كنت باسجّل صوت مع تسجيل الفيديو بالضبط في نفس الوقت، علشان أنا محتاج الاتنين يكونوا sync مع بعض، وإن الموضوع طويل شوية، فمش هاقعد إن أنا أعمل voice over بعد ما أعمل محتوى الفيديو نفسه وهكذا. ولكن بيبقى في برضه بعد التسجيل على الformat اللي زي دي، بيبقى في زي إن أنا باقعد أقُص الكلام اللي هو ما لوش لازمة أو الكلام اللي طوِل أوي وهكذا، النُقط الفرعية اللي ما حدش مستفيد منها أوي وهكذا، بحيث إن أنا أحاول إن أنا أحافظ على محتوى الفيديو أو قيمة المحتوى اللي متقدّمة في أقل وقت ممكن. في بقى الformat التانية والأخيرة اللي هي زي فيديو اتعلّم تعمل bug reports أو الشغل من البيت بايخ. الحاجات دي أنا باسجّل الaudio الأول بعد كده باحُط عليها visuals، لإن أنا في الأول والآخر المحتوى ده هو ممكن يتعمل podcast ولكن هو محتاج أمثلة، والأمثلة دي محتاجة تكون visual قدّام الشخص اللي بيسمع علشان يفهم الدنيا بشكل أسهل. فبالتالي أنا باسجّل عادي أكنّي باسجّل podcast بالضبط، ولكن بعد كده بابدأ إن أنا أقُص الكلام اللي ما لوش لازمة وأحسّن الvoice over نَفْسه، وأقوم حاطط عليه visuals بقى، اللي هو بقى الصور، الفيديوهات، الGIFs اللي بتتحط إلخ، إلخ، باقي الحاجات عمومًا كلّها اللي بتحصل. فدول 3 approaches للformats المختلفة للvideos اللي أنا باعملها. بس كده، ده كده أنت أنتجت مثلًا podcast أو أنتجت blog post أو أنتجت فيديو على اليوتيوب. فأنت لو حد بيفكّر إن أنت تنزّل محتوى أو تبدأ تسجّل محتوى، ما تحطّش قيود على نَفْسك وما تفكّرش في الحاجات دي خالص، ابدأ إن أنت اعمل المحتوى الأول وخُد feedback من صحابك، خُد feedback من الناس اللي أنت في الجروبات اللي معاهم وهكذا، علشان تقدر تتحسّن بسرعة في المحتوى اللي أنت بتقدّمه، وتقدر بعد كده إن أنت حابب بقى تهتم بالoptimization بتاع الviewers تبقى ساعتها تاخُد الخطوة دي. وبس كده. دي كانت إزاي أنا باحضّر وبانتج الcontent اللي أنا باعمله، سواء podcast، يوتيوب أو blog posts. وأتمنى أكون جاوبت على أسئلتكم كلّها. شكرًا ليكم، ولو عندكم أفكار للمحتوى عمومًا سواء podcast، يوتيوب أو مقالات، يا ريت تبعتوها لي. أشوفكم الفيديو أو الحلقة الجاية. السلام عليكم.